بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المتابعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. بداية فضيلة الشيخ، اليوم حديثنا عن الأموال وفضل إنفاقها وكراهية إمساكها وكيف لها أن تكون خيرا لصاحبها. دعني أسأل، ما هي مصادر جلب المال الحلال عند المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البدء نؤكد على أن موضوع الأموال يعني ذكرت الشريعة بأن به قوام الحياة. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فبها تقوم مصالح الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك كانت واحدة من مقاصد الشارع الخمس التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بأن مقاصد الشريعة تدور حول الدين والنفس والعقل والمال والنسل، فهي مصادر واحدة من المقاصد الشرعية للدين. ولما كان المال مقصد من المقاصد، فقد راعت الشريعة فيه الاهتمام به والحفاظ عليه من جانبين: من جانب الوجود، كيف يمكن أن تجلب الأموال بشكل صحيح، والجانب الثاني أيضا من جانب العدم، كيف نعمل على حماية الأموال والموارد بعد إيجادها. يعني هذين الأمرين تقوم عليهما الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمقصد المال. فجعل الله سبحانه وتعالى كافة الموارد في هذا الكون هي مسخرة للإنسان. يعني الله عز وجل خلق لنا هذا الكون واستخلفنا فيه وكلفنا بأن نعمر هذه البسيطة. وتقوم فلسفة الإسلام على قاعدة التعبد وقاعدة العمران، يعني هاتين القاعدتين: قاعدة التعبد اللي هي الأصل فيها التحريم ما لم يرد النص، وقاعدة العمران الأصل فيها الحل ما لم يرد المنع. وبالتالي الأصل في موضوع الأموال أنها حلال، أنه كافة ما يمكن أن يكون يتمول به الإنسان فهو في الأصل أنه حلال. ولذلك ستلاحظ بأن مجالات التحريم فيه محدودة أكثر من مجالات الحل. فالله سبحانه وتعالى جعل مثلا كل ما في الأرض من خيرات، من مزارع ومن حيوانات ومن الأنعام الأصل فيها الحل. نعم. ثم تلاحظ بعد ذلك تأتي موارد الابتلاء والاختبار والمنع في أشياء محددة. فمثلا كنموذج، لأن الموضوع طويل جدا، تلاحظ في قضايا البيوع الأصل فيها الحل والمنهيات فيها بسيطة. يقابل البيع موضوع الربا، فالأصل في التعاملات المالية أنها حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل ما كان الأمر أقرب إلى البيع فهو حلال، وكل ما كان هو أقرب أو يتماهى مع الربا فهو حرام أو من المنهيات. يعني مثلا ربا الديون هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن، ثم جاءت السنة وأضافت إليه ربا الفضل، وهو عبارة عن سد لذريعة الوصول إلى ربا النسيئة أو ربا الديون يعني. ولذلك مصادر الأموال ستلاحظ بأن البيع واحد من المصادر، الإجارة واحد من المصادر، الاتجار واحد من المصادر المالية، قضايا الزراعة واحدة من المصادر المالية، الثروات الحيوانية جزء من المصادر المالية. فكل هذا المعادن التي في باطن الأرض، سواء كانت من بترول أو من غاز أو من ذهب أو من فضة أو من يورانيوم أو غيرها هذه أيضا واحدة من الموارد. فكل ذلك يدخل معنا في مسمى الموارد المالية. تأتي بعد ذلك مواضيع محددة اللي هي التعامل الربوي في هذه القضايا. مثلا ممنوع البيوع المنهي عنها محددة. نعم. مثل كأن يبيع الإنسان ما ليس له، أو يبيع الإنسان مقصوبا، أو يأخذ الإنسان مال غيره بغير وجه حق. فستلاحظ بأن المقصوبات والربويات وما ليس لك وأن تبيع ما لا تملك، هذه كلها تدخل معك في الأشياء التي لا يجوز أن يكون من خلالها مدخلا
أو دخلا ماليا للإنسان. الأصل واسع جدا، والمحرمات والمنهيات محدودة، ويمكن للإنسان أن يتعرف عليها بسهولة من خلال على كل بعض القواعد المعروفة في علم الشريعة أو في علم الفقه. جميل. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. الآية. ما هو الإنفاق المقصود في هذه الآية؟ عموما لفظة الإنفاق عندما ترد عامة فالأصل فيها العموم. نعم. مثل هذه الآية الآن: ومن الذين ينفقون في السراء والضراء. لاحظ هنا ما حدد المنفق منه، أليس كذلك؟ طيب، كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومما رزقناهم ينفقون. جميل. فالإنفاق هنا حسب العموم قد يكون الإنسان عالما فينفق من علمه، وقد يكون الإنسان شجاعا قويا فينفق في موضوع الجهاد مثلا، قضايا الجهاد في سبيل الله. نعم. وقد يكون الإنسان مثلا عنده جاه فينفق من جاهه، وقد يكون الإنسان عنده مال فينفق من ماله، وهكذا. فلفظة الذين ينفقون كل هؤلاء يدخلون فيها: الذي ينفق بجاهه، والذي ينفق بقوته، والذي ينفق من علمه، والذي ينفق من ماله، والذي ينفق سمعته، حتى الذي مثلا ينفق بأن والله يقول: اللهم كل من اعتدى علي فإني قد عفوت عنه. هذا شكل هذا الإنفاق بالوجه الآخر، أنه تخلى عن حقوقه الخاصة. لاحظ، قد يكون هذا أيضا شكل من أشكال الإنفاق. فالذين ينفقون في السراء والضراء، كل هذه القضايا، كل هذه الأوصاف ستدخل في هذا المعنى. لكن أحيانا تأتي بمعاني محددة تخصص مثلا، وعند التخصيص حينها يمكن أن يحمل على معنى الزكاة ويحمل على معنى الصدقات المالية إلى غير ذلك. لكن بشكل عام هذا المعنى أنا في رأيي يعني يدخل فيه تقريبا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طيب، بشكل عام ما هو الإنفاق؟ الإنفاق في الأصل هو العطاء. المنفق هو الذي يعطي. نعم. وغير المنفق هو الممسك، بخلاف الذي يعطي الناس من علمه، والذي يعطي الناس من جاهه، والذي يعطي الناس من ماله، هذا نسميه منفق. جميل. لكن طبعا صارت الآن كلمة الإنفاق عند الناس على الأقل عرفا صار العطاء المالي، مش كده؟ يعني مختصرة فيها. صار اختصر في هذا. لكن القرآن الكريم في عمومه إذا أطلق لفظ الإنفاق في العموم يرد فيها كله: ومما رزقناهم ينفقون. فأنت رزقت مالا، ورزقت جاها، ورزقت علما، ورزقت قوة، ورزقت بنوة، ورزقت زوجة صالحة. هذه كلها من الأشياء التي رزقها الإنسان، ينفق منها كل بما تيسر له، نعم. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. لهذا الحديث عدة جوانب. دعني أبدأ بسؤال: هل للإنفاق والإمساك هذه الأهمية عند ربنا عز وجل؟ بلا شك. أولا الله سبحانه وتعالى، خلينا نقول بأنه عشان تكون الصورة واضحة أننا في دار ابتلاء. يعني هذه الحياة التي نحن فيها نحن مبتلون فيما آتانا الله سبحانه وتعالى. فالحياة ليست رومانسية كما يقولون، يعني لأن بعض الناس متصورين والله الحياة إما أن الله سبحانه وتعالى يجريها لك كما تشتهي، وإلا فأنت ما أعطاك الله شيء. لا، الأمر ليس كذلك. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. قد يكون البلاء يأخذ وجها خيرا، وقد يكون البلاء يأخذ وجها غير ذلك. لكن كل ذلك هو أنك تقابل السراء بالشكر وتقابل الضراء بالصبر. هذه الجزئية والمهمة جدا. الآن النقطة الثانية: الإسلام أيضا يقول لك بأن كل ما آتاك الله أنت مستخلف فيه، وهو ليس ملك الشخص بما فيها نفسك، يعني نفسك وقوتك وبناء الله عز وجل هو المالك لها. لذلك في الشريعة الإسلامية مثلا الإنسان ليس له الحق في التصرف في نفسه كما يفعل الآن بعض الناس في الغرب، إنه والله خلاص يقرر أنه يريد أن يقتل نفسه مثلا. الله يقول لك ليست لك هذه الروح، ليست لك هذه النفس، ليست لك، هي ملك لله سبحانه وتعالى، تتصرف فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك المال الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك المال يقول لك
يقول لنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جميل. لاحظ، فأنت مستخلف في المال، بمعنى صاحب المال هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأموال من أين هي في حقيقة الأمر؟ ستلاحظ بأنها إما أنها من كسب وعمل الإنسان، وإما أنها من مخرجات الأرض. مخرجات الأرض كلنا نقر بأنها ليس لنا فيها شيء، إلا أننا والله نبحث عنها ونعمل عليها، لكن هي من خلق الله سبحانه. لو نظرنا إلى كسبنا، لو أن الله سبحانه وتعالى نزع منا القوة ونزع منا الإرادة ونزع منا كثير مما يفعل النواحي العملية، ستلاحظ أنك لن تنتج مالا، أليس كذلك؟ وبالتالي تنسب القوة التي كانت سببا في كسب المال والأرض التي هي لله سبحانه، كلها هي ملك لله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت مستخلف فيما ملكت، أنت مستخلف فيما ملكت. فالله سبحانه وتعالى يقول لك والله هذا المال الذي استخلفتك فيه أطالبك بأن تنفق منه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذه الآية سبحان الله، يعني لو تأملها العبد كثيرا سيلاحظ بأنه كأنما أنا صاحب المال وأصدر عليك توجيه، أقول لك يا أخي هذا المال الذي أودعته عندك أنفق منه، ثم يخاطبك بمعنى آخر أيضا، طريقة أخرى، يعني الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، كأن الله يطلب منك قرضا. لاحظ، ومن هنا يقول لك والله المال إيه؟ المال مالي، ليس كذلك؟ نعم. طيب كيف يقول لنا والله أقرضوني منه؟ لاحظ، فهنا يعني طريقة القرآن الكريم في موضوع الإنفاق وفي التعاطي مع الإنفاق يأخذ أكثر من معنى. تارة يبين لك بأن مالك هذا الأمر هو الله وعليك أن تنفق، وتارة يقول لك والله هو مالي لكن أقرضني منه وأنا سأؤتيك أيضا مقابل ذلك. هذه معنى أكبر بكثير من المعنى شنو؟ المعنى الأول. فنحن على كل في موضوع الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى نتعامل بهذه الزاوية، زاوية أننا مطالبون بأن الله سبحانه وتعالى. طيب مع ذلك هذا الحديث يضيف لنا معنى جديدا، وهو أن الله الذي قال لك المال مالي وأطالبك بأن تنفق منه، الواجب منه نسبته محددة، والمستحب منه مفتوح أنت وكرمك وعطائك وقربي منك. يعني بقدر ما تقترب مني أنت ستنفق، بقدر ما أنت والله لا تبخل، ومن يبخل فإنما يبخل إيه؟ عن نفسه. لاحظت، ويقول لك أنت تبخل فأنت تبخل عن نفسك، لكن إذا قدمت فستجده عند الله سبحانه وتعالى. نعم. جميل. طيب، لكن في شيء إضافي هنا في الحديث، في شيء إضافي. هنالك ملك الله سبحانه وتعالى وملكان سخرهم الله سبحانه وتعالى في الصباح، يقومان وكل واحد الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا طبعا الآن بعد إيماني. الإنسان في تصوره أنه إذا أنفق ينقص ماله، التصور الذي عندي. لماذا؟ الذي يحسبها مادة بالحساب المادي، إنه والله أنت عندك $200 أنفقت منها $100 يبقى عندك كم؟ $100. لكن الله يقول لك والله لا، أنا سأستخلف لك هذه 100 عوضا عنها سيأتيك خير. لكن ما هو شكل هذا الخير؟ هل والله مقابلها 100 أم مقابلها صرف سوء من المقبل عليك، أم شر كان يمكن أن يدمرك، أم حفظ أنت كنت بحاجة إليه، أم مزيد من المال؟ نحن لا ندري الكيفية التي سيحصل بها العوض، لكن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الملك. اللهم أعطي، وهذه دعوة ملك، منفقا خلفا، أي أخلف، اللهم أخلف على من أنفق. طيب من أمسك؟ إذا أمسكت فهنالك دعوة عليك من ملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي أن هنالك بركة تعوض الإنسان خيرا، وهنا تلف يسحب من الإنسان كثير منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول ما نقص الصدقة من مال، أو ما نقص مال من، كما ورد في الحديث. فهو بلا شك له أهمية كبيرة جدا، وخصوصا هذا البعد الإيماني أن يستحضر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، وخاصة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الإنفاق فيه بلا شك له درجات عالية وكبيرة جدا. وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لاحظ 7 حب مثل في كل سنبلة، يعني 7 حبات، ثم في كل سنبلة 100 حبة، كأنما 100 في 7 بكم؟ 700، مش كده؟ نعم. والله يضاعف لمن يشاء، أكثر من ذلك بكثير.
فأنت إذا تنظر إلى هذه المعاني ستلاحظ أيضا الكثير والكثير، وخصوصا لمن سبحان الله ذاق لذة الإنفاق وذاق لذة الحال التي يعيشها أصحاب، لأنه الإنفاق مقام، والعطايا والهبات من الله تأتي كأحوال وهي هبات منه سبحانه وتعالى. جميل. هل الإنفاق والإمساك أنواع أم هي بوضوح مفردتها؟ هي على كل عامة. خلينا نقول مثلا الإنفاق في العلم. بعض الناس ما آتاهم الله إلا علما وجعل هذا هو باب الإنفاق فيه، فالذي يقوم ليؤدي فريضة العلم وتبليغ العلم والحرص على التدريس، نعم. أن يكون داعيا، أن يكون مدرسا، أن يكون مربيا، أن يلتصق بالناس، أن يلتحم بالناس، هذه كلها معاني من أشكاله، وليس له شيء آخر. رجل آخر جاهل لكن آتاه الله مال فينفق منه. لذلك سبحان الله ما سد الله سبحانه وتعالى باب على إنسان في الإنفاق إلا وفتح له أبواب أخرى. فمثلا نلاحظ الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الإنفاق وكذا، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور وليس لنا منها. قال أفلا أدلكم عليه؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون كذا وتحمدون كذا وتكبرون كذا. ثم سمع أهل الدثور بهذا الموضوع لأنه ليس سرا، دين وصل إلى فلحقهم أيضا الأغنياء في ذلك، فقالوا يا رسول الله أيضا، قال فضل الله يؤتيه من يشاء. يا سلام. فضل الله يؤتيه من. فكذلك أيضا للإنسان بعض الناس يؤتيه الله جاه، أنه عنده القدرة ما شاء الله أن يدخل أي ديوان من الدواوين الحكومية، والناس مساكين أحيانا لا يعرفون هذه المداخل ولا يعرفون هذه المخارج، فيروح ما شاء الله ويكون في حاجة الناس، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أن تستصحب دائما في قضايا الإنفاق، كل منفق عليه أن يستصحب الله أن يستصحب معية الله فيما هو فيه. أنت في العلم وفي الإنفاق في العلم تأكد أن الله بالإنفاق العلمي سيزيدك علما، وبالإنفاق الجسدي والبدني سيزيدك قوة، وبالإنفاق المالي سيزيدك تعويضا أيضا ماليا، وهكذا. أنت انظر في كل باب من الأبواب التي تدخل إليها، وهنا ستتسع عندك مساحات الإنفاق بشكل كبير جدا. وربما سنلاحظ في بعض الأشياء أنه يصل بالناس يعني لا يجد شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا فيقول يكف شره عن الناس. حتى الموقف الترك نفسه، هذا نفسه ليس سهلا، أنه والله ما استطعت أن تنفع الناس لا تضره، لم تستطع أن تنفع عباد الله، لم تستطع أن تقدم لهم شيء، كف عنهم الشر. فهذا أيضا مستوى من المستويات، وهي المستويات التركية، لأن بعض الناس سبحان الله يكون متصور الفعل لكنه ليس متصور تصور الترك. والتقوى في بعض مستوياتها تركية ليست فعلية، بمعنى أنك عندما تترك الحرام هذا مستوى من التقوى. الذي يترك الخمر ويترك الزنا ويترك الفواحش ويترك أكل أموال الناس بالباطل بالترك، هو لم يقتحم الآن، فقط ماذا فعل؟ أحجم وألجم نفسه عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا نمط من أنماط الإنفاق، ولكنه الإنفاق بشنو؟ بالترك. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر ما في الرجال شح هالع وجبن خالع. ما تفسير هذا؟ نعم، شر ما في الرجل أو في الرجال. شر ما في الرجل جبن، شح هالع وجبن خالع. الشح والبخل. الشح يقال بأنه أعم من البخل. البخل قد يكون في الأشياء المادية، جميل، والشح قد يكون في الأشياء كافة، فبينهما عموم وخصوص، البعض يذهب إلى هذا. والشح يكون بأنك تبخل في أن يعطي الآخر، والبخل في أنك أنت تبخل في نفسك. هذا أيضا جميل. يعني بمعنى عندما أراك تعطي يغيظني عطاءك، مش إنه أنا أعطي، لا، أنا لا أريد أن تعطي أنت. فهذه لما وصف الله أشحة على الخير، مش إن هم والله لا ينفقون، لا، هم يتضايقون عندما ينفق الناس، يتضايقون عندما يجاهد الناس، يتضايقون عندما يبذل الناس الخير. هذا طبعا مستوى خطير جدا والعياذ بالله، هي أمراض القلوب عديدة جدا. لكن إذا ذهبنا على كل أشحة على الخير، إما أنه شحيح بكل ما هو مادي ومعنوي، بكل ما هو مادي ومعنوي، يعني بمعنى لا يستخدم جاها ولا يستخدم علما ولا يستخدم قوة ولا ينفق مالا
ولا يسعى في خير بأي بكلمة بمقالة بكذا، فهنا مستويات الشح واسعة. أو أنه يبخل في الشيء المادي، يبخل في الأشياء المادية، ولكن هناك قد تكون أشياء مادية وقد تكون أشياء معنوية. أو أنه يبخل في نفسه مما عنده، نعم، ويكون شحيحا في عند الآخرين، وهذه أسوأ على كل. لكن هنا خلينا نتكلم عن موضوع الشح. قال شح هالع وجبن خالع. وضع الشح والجبن. الشح الهالع هو الشح الذي يجعل صاحبه في هلع وخوف، وكأنما تطير الدنيا وتتخطف من حوله إذا أنفق. يعني هو تجده دائما يعيش حالة من حالة من القلق. طبعا هذه الحالة من القلق في الفقر لماذا؟ هي نابعة من أمرين. نابعة والعياذ بالله من غياب الثقة في الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنح وهو الذي كذا. الأمر الثاني نابع كذلك من وعيد ووعد الشيطان يعدكم الفقر. فالذي يوسوس له الشيطان ويدور حوله الشيطان ويجعل دائرة الشيطان تحيط به من كل جانب، ستلاحظ هذا يصيبه الشح الهالع، أي الشح المصحوب بالهلع والخوف. الخوف من المستقبل، الخوف من الحاضر، الخوف من الفقر، المؤمن ليس كذلك. المؤمن يدرك بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، ويدرك أن الله يمنح في الصباح ويمنح في المساء، فهو مدرك تماما أنه ما أنفق من شيء إلا أن الله يعوضه، فالذي رزقه من قبل يرزقه فيما بعد. والله سبحانه وتعالى حتى لو قتر عليه فإن ذلك أيضا في إطار الابتلاء ليصبر ويرفع الله سبحانه وتعالى مقامه. الجبن الخالع، الجبن هو خلاف الشجاعة. عندنا الشجاعة وعندنا الجبن. الشجاعة ثبات القلب، والجبن هو اضطراب القلب وخوفه وعدم استقراره بما يوصف بالخلعة إن صح التعبير. يعني الآن نحن الواحد يقول لك والله اتخلعت، مش كده؟ نعم. هذا الجبن الذي يكون معه نوع من الخلعة صح التعبير، هي كأنما القلب يخلع من مكان، يطير من المكان الذي هو مستقر فيها، نظرا لأن الخوف بسبب عدم ثباته، بسبب عدم شجاعته، يصيبه هذا الجبن. فأسوأ ما في الرجال هذا الجانب. لماذا؟ الشح الهالع يفارق صاحبه الكرم، والجبن الخالع يفارق صاحبه الشجاعة. وأعظم ما يمتدح به الناس أن يكون شجاعا كريما. لذلك العرب كانت دائما تقول كل شجاع كريم وكل كريم شجاع. كل شخص بخيل غالبا يكون جبانا. لماذا؟ لأن من بخل بالمال لا يمكن أن يمنح النفس. نعم، لا يمكن طيب الذي يبخل، يعني الذي ينفق، يتعود العطاء إلى أن يصل عطاء النفس، وهي أعلى مقامات الجهاد في سبيل الله، أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله أنت عندما تنظر إلى هؤلاء المجاهدين الذين يضحون بأنفسهم ويبذلون الغالي والنفيس، كثير من الناس الآن في حيرة من أمرها مثلا ما يجري في غزة. هؤلاء الذين تربوا على العطاء، لاحظ العطاء بكل معنى الكلمة، العطاء المالي، العطاء العلمي، العطاء الجهادي، عطاء النفوس. هؤلاء خلاص وصلوا من في الحياة مرحلة أن ما عند الله خير لهم. هذا طبعا كريم جدا، يستطيع أن ينفق كل شيء لا يبالي. لذلك الآن الغربيين حاليا مشدودين جدا من الظاهرة الحاصل الآن في قطاع غزة، وهم ينظرون إلى هؤلاء يفقدون أموالهم ويفقدون دورهم ويفقدون أنفسهم، ومع ذلك غاية ما يقولون الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن سبحان الله عندما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتعلق فيما عند الله عز وجل يكون كريما. إذا كان كريما بذل كل ما هو متاح لديه، وإذا كان شجاعا كذلك بذل النفوس في سبيل الله سبحانه وتعالى. جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا، والإهداء مرتبط بالنفقة بطبيعة الحال، فهل يؤجر المرء عليهما في آن معا؟ بلا شك. أول الإسلام راعى كثير من القضايا، بحيث موضوع الإنفاق يأخذ أشكالا عديدة. مما يأخذه الإنسان في موضوع الهدية قد تكون من الأدنى للأعلى وقد تكون من الأعلى للأدنى. يعني ليس بلازم أن يكون والله من ينفق، أحيانا من ينفق ومن ينفق عليه ليس سواء.
نعم. أحيانا أنت دائما المنفق يكون في وضعية أعلى، فينفق على الزوجة وينفق على الأولاد وينفق على، والأغنياء ينفقون على الفقراء وهكذا. ففي هذه، لكن الهدية لا، الهدية قد تكون من إيه؟ من الأدنى. يعني شخص يمكن أن يكون أدنى مالا وأدنى وضعية وأدنى علما، ولكنه يهدي هدية لمن هو إيه؟ أكثر. فالهدية لا ترتبط بإيه؟ بالوضع الاجتماعي. يعني يمكن للأدنى أن يعطي من هو أعلى. الهدية لها أيضا علاقة بموضوع الجوانب الاجتماعية، فالتهادي بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. كلما كثرت ظاهرة الهدايا في الناس دل ذلك على أن هنالك محبة بينهم، لأن هذا الجانب على كن تورثه الهدية. وطبعا سبحان الله كثير من المعاني في هذه القضايا الناس لا يلتفتون إلى بعدها المعنى أو بعدها الإيماني. تجد الناس مشغولة بالبعد المادي فيها، القيمة المادية الهدية، لكن ليس الأمر كذلك. قد تعطي أحيانا شيء رمزي جدا، يعني قلم مثلا تضعه في وضعية معينة، ترتبه بطريقة معينة، ورمزية هذا الإهداء هو الذي يعني يورث المحبة بين الناس، لأنك أعطيت رسالة أن الطرف الآخر له تقدير وقيم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طالب بالمكافأة في الهدايا، بينما لم يطالبك بالمكافأة في الإنفاق. نعم. يعني من أهدى إليكم فكافئوه، أي أكرمه أيضا. الذي كافأك يمكن أن تكرمه، إذا أعطاك شيئا ذا قيمة معينة فيمكن أن تبذل له أنت شيئا، وليس بلازم أن يكون المكافأة وقتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجدوا فادعوا له. إن لم تجد ما يعني قد تكون بعد فترة من الزمن تحاول أنك أنت أيضا ترد له هذه. وهذا فيه عملية التواصل الاجتماعي عبر العطاء، أنك والله تعطيه فيعطيك، وهكذا يحصل التبادل. تعطيه قلما فيعطيك كتابا، وهكذا. وفيه نوع من الكتابة مثلا والإهداء وما أشبه ذلك. فعلى كل، موضوع الإهداء له أيضا كما تفضلت علاقة بالإنفاق. ثم أيضا موضوع الإهداء لا يلزم فيه الاتفاق الديني. قد أنت تنفق على تهدي كافرا رجاء إسلامه ورجاء دخوله في دين الله، وقد تقبل منه كذلك. يعني يمكن أن تقبل هدية الكافر، وأنت أيضا يمكن أن تعطي هدية للكافر. الشرط الوحيد فقط في موضوع الهدايا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، فمن هديه عليه الصلاة والسلام قبول الهدايا، لكنه لا يقبل الإنفاق. فالإهداء كان مقبولا إلا ما كان مرتبطا بالتخلي عن دين الإنسان، أو عن موقف أخلاقي للإنسان، أو موقف مثلا شرعي للإنسان. مثلا أن يكون الموظف في وضعية وظيفة معينة، ويأتي شخص ليس بينه وبين هذا الموظف أي معرفة، فيعطيه ظرف فيه أموال، يقول له هذه هدية، وهو سيمرر تلقائيا فالهدايا المتعلقة بالعمال، المتعلقة بالموظفين في أداء وظائفهم، هؤلاء لا يجوز أن يتقبلوا الهدايا بأي شكل من الأشكال. الإعلاميين كذلك الذين هم في وضعية معينة حتى لا يتم شراؤهم، قد لا يجوز لهم أن يتقبلوا. القضاة لا يجوز لهم أن يتقبلوا الهدايا، خاصة من الخصوم. هذه من الضوابط على الأقل في موضوع الهدايا، أنه لا يمكن أن تقبل الهدية من أطراف معينة. لكن أصل فيها في الوضع العام أنه لا حرج الإنسان أن يقبل هدية. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد عماله عليه الصلاة والسلام، وكان عامل زكاة اسمه ابن اللتبية، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعد ذلك بالإبل، فقال: هذا مالكم، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم صعد المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه ويقول هذا مالكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. إن هذه الوضعية الإدارية أو الوضعية التي كلفت بها هي التي تؤهلك الآن قاعد للإهداء، وإلا أنت لا أحد يعرفك حتى. فأنت تقبل الهدية ممن تعرف، تقبل الهدية ممن أنت وهم كنت تتهادون. يعني ممكن في موظف لكن من زمان، وأنا قبل الوظيفة بيني وبين بعض الناس محبة ومودة، هؤلاء يمكن أن أقبل منهم الهدية، لكن لا أقبل هدية ممن لا أعرف، وقبل أن أعرف ما هو الغرض من هذا. هذه للأسف الشديد كثير من الناس لا يلتفتون إليها، خاصة في إطار الوظائف العامة، أن الشخص يكون في وضعية معينة فيتقبل الهدايا. وعموما الأوروبيين الآن ربما تقدموا علينا كثيرا في هذا الباب للأسف الشديد. يعني فتجد الموظف العام قبوله للهدية، أخذه للأموال مثلا بأي شكل من الأشكال، بالنسبة لهم باب يكاد يكون مغلق ولا يقبله الشخص. لماذا؟ لأنه يدخل في المال الفاسد. فنحن للأسف الشديد في بنيتنا الآن الاجتماعية تكاد تكون حالة الرشاوى
تحت مسمى الهدايا يمكن تكاد تكون من أكثر الأشياء نعوذ بالله يعني انتشرت في مجتمعاتنا الإسلامية. جميل. ماذا عن الإسراف في الهدية، كأن يهدي الرجل ما لا يستطيع تحمل تكلفته أو ما يفوق طاقته ولكنه يبتغي من ذلك مودة أو مقصد شريف يعني في الأمور؟ هو على كل في سواء في الهدايا أو في الإنفاق، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميل. الشخص إذا شعر بأنه ذكرنا يمكن في الحلقة الماضية أن الشريعة كرهت أن يتكلف المضيف لضيفه. نعم. كرهت ذلك حتى لا يظهر أثر ذلك على وجهه أو في تعامله أو كذا، يشعر الطرف الآخر بأن الله هنالك كلفة حصلت له. فعلى كل إذا كان الإنسان يشعر بأن مسألة الدين أو مسألة التكلفة هي بالنسبة له ليست متعبة ولا مرهقة ويمكن أن يسددها في أي وقت، فلا حرج في أن الإنسان إن شاء الله يأخذ من الهدايا ما يستطيع. لكن خلينا هنا طبعا نفرق بين مفهومين. مفهوم الإسراف والتبذير. نعم. القرآن نهى عن الإسراف، لا يحب المسرفين، مش كده؟ نعم. ونهى كذلك حرم أيضا التبذير، إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين. لما تشوف هنا المبذرين وتشوف هنا المسرفين، هذا لا يحبه الله وهذا جعله أخ للشيطان. لكن كيف نحن نفرز بين التبذير وما بين إيه؟ الإسراف؟ دي لابد، لأنه هنا في ضياع مال وهنا في ضياع مال. جميل. مش كده؟ الإسراف فيه إضاعة للمال والتبذير فيه إضاعة للمال. حاول على كل بعض السلف أن يجعلوا التبذير هو إنفاق المال فيما ليس فيه منفعة دنيوية ولا منفعة أخروية، وربما صرفه في المحرمات. مرة أخرى، التبذير نعم هو أن ينفق الإنسان ماله فيما ليس فيه نفع ديني جميل. ولا نفع دنيوي، أو تجاوز مسألة النفع إلى مسألة الحرام. جميل. يعني هذا التبذير، تبذير، هذا إخوان الشياطين. طيب الإسراف إيش هو؟ الإسراف في الأصل ما ينفق فيه حلال، لاحظت؟ ما ينفق فيه حلال، لكن أنت بدل أن تكتفي بنسبة معينة تكفي الناس اللي موجودة تروح تعمل إيش؟ تزيد عليه، هذا إسراف. أي. بطبيعة الحال ستجد أن التبذير أسوأ من إيه؟ أسوأ من الإسراف. التبذير أسوأ من لماذا؟ لأن الإسراف الأصل فيه مشروع، قصدي المال الذي حصل فيه الإسراف الأصل فيه أنك والله تنفقه في إنفاق على الضيوف، إنفاق على الأسرة، إنفاق على أشياء مشروعة. قد تنفق أحيانا في سفرياتك مثلا، قد تنفق أحيانا في زياراتك فيما هو مباح، لاحظ، لكنك بدل أن تنفق مثلا كان يمكن أن تكتفي كل هذه القضية التي قمت تكتفي فيها 10,000، أنت أنفقت فيها 100,000. هذا إسراف. هذا إسراف. جميل. التبذير لا، التبذير ذهبت والعياذ بالله أنفقت في الملاهي، أنفقت في المحرمات، أنفقت في سماع الأشياء هذا تبذير. فلو ضبط الإنسان المفهومين سيلاحظ بأنه يضبط أحواله في الأوضاع الصحيحة أن لا يتجاوز فيها المسموح به، ويلاحظ أن التبذير لا يدخل فيه مطلقا، لأنه باب هو عبارة عن صرف فيما ليس فيه نفع دنيوي ولا نفع أخروي. شكرا لك دكتور حسن. السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة لهذا اليوم. نكرر الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، شاكرين لك. حياك الله. شكرا. حياك الله. بارك الله. إلى حلقات قادمة في نفس الموعد من كل أسبوع، ترقبونا وكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.